السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يلا بينا بقى نبدأ حلقة جديدة من مسلسل الطبيب المعجزة، وخلونا نفتكر مع بعض أهم الأحداث اللي فاتت. فتعرفنا على علي الطفل الطبيب المصاب بالتوحد اللي كان الكل رفضه وبيتنمر عليه حتى أقرب الناس ليه، والوحيد اللي كان بيحبه من قلبه وبيدعمه هو أخوه أحمد وشجعه إنه يحقق حلمه ويبقى دكتور كبير، بس للأسف مات وهو طفل. وعاش علي في دار رعاية بعد ما والده تخلى عنه، ومع ذلك كبر وبقى دكتور ممتاز. لكن طول الوقت كان بيقابل رفض من اللي حواليه، وكانوا دايما بيتنمروا عليه وعلى مرضه، مع ان التوحد كان سبب في انه يبقى متميز وعبقري وانقذ حالات مرضى كتير. وده اللي فهمه الدكتور عادل اكبر داعم ليه، وعينه معاه في المستشفى، وشجع دكتوره نازلي انها تفضل جنبه وتخلي بالها منه. والحقيقه انها ما تاخرتش عنه، بالعكس حاولت تثبت له كمان انه هيبقى ليه اصحاب، وعملت له حفله وكان علي سعيد بيها جدا، لحد ما اشيليا جرحته بكلامها وقالت له ان عمره ما هيبقى صديقهم وانه بيصعب عليهم مش اكتر. فاتضايق جدا من كلامها وسابهم ومشي. وفضلت نازلي تنادي عليه لكنه مرضاش يقف. ودي بقى كانت اهم احداث الحلقه اللي فاتت. لو ما شفتهاش بالتفصيل انزل في صندوق وصف الفيديو هتلاقي لينك ليها، روح اتفرج عليها الاول علشان تفهم الاحداث ماشيه ازاي، وارجع لحلقه النهارده. وما تنساش اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو اول مره بتشوفنا علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله. كانت نازلي بعتت للدكتور فرمان العنوان وطلبت منه يجي لهم، وفعلا جه وقابلها وهي بتجري ورا علي، فحاول هو كمان انه يوقفه وجري ورا علي. وهنا علي ما كانش عايز يقف ابدا لحد ما وصل لطريق سد، وقتها اتوتر جدا وفضل يخبط على الحيطه ويقول انه عايز يروح. وحاولت نازلي انها تهديه لكنها ما نجحتش، فطلب منها فرمان انها تتصل بالدكتور عادل بسرعه، وفعلا اتصلت. بس علي مرضاش يرد لانه كان في نوبه عصبيه ومش عايز يسمع. فقال لهم دكتور عادل انهم يكلموه عن حاجات تفرحه زي انه انقذ مرضى كتير. ففضل فرمان يفكروا بالمريضة اللي أنقذها هي وطفلها، وفكروا كمان بالكبد اللي وصل سليم، وفكروا كمان بالحاجات اللي بيحبها، لكن كل ده منفعش. فطلب منهم الدكتور عادل إنهم يخلوه يمسك المشرط اللعبة. فعلا عملوا كده، وأخيرا هدي علي أول ما طلع المشرط ومسكه. سبقهم دكتور عادل على بيت علي وطلب منهم يتعاملوا معاه بالراحة ويروحوه. فأخدوه بالراحة على مطعم شاورما قبل ما يروحوا، لكنه برضه كان لسه متضايق. وأول ما وصلوا البيت لقوا دكتور عادل مستنيهم، فأخده وطلع بيه للبيت. اما فرمان فكان عنده فضول يعرف ايه قصته، فحكت له نازلي كل حاجه وطلبت منه يقدر حالته ويغير طريقته معاه. فقال لها ان علي اثبت له اكتر النهارده انه ما ينفعش يبقى دكتور، وهم اللي ضاغطينه، وسابها ومشي. وكانت اشيليا هي كمان وصلت، ولما حكت لها نازلي على حاله علي حست بتأنيب الضمير لانها سبب في اللي حصل. وليلة كانت حزينة على الكل، حتى على فرمان اللي راح لمكان بعيد وفضل يعيط. وتاني يوم راح المستشفى عمل اجازه واخد حاجته ومشي، وراح بلغ فريق الاطباء بتوعه وطلب منهم يسمعوا كلام تانجو. وفعلا طلعوا لقيوه مستنيهم، وادالهم اول حاله للسيد حسين كورتيس اللي حصلت له حساسيه غريبه، وادالهم تحاليله وطلب منهم يعرفوا سبب الحساسيه ويمروا عليه يتابعوا حالته. وادى لعلي حاله كرم اوزغو لوحده، وكان قصده يوقعه في غلط ويخلص من دكتور عادل. واول ما علي راح لمريضه لقاه طفل شبه اخوه احمد جدا، وكان دراعه مصاب، وبدا الفحص عليه وهو مش مركز غير في الشبه. ولما جاله الدكتور عادل هو كمان لاحظ نفس الموضوع لدرجة انه فكره قريب، وراح يتكلم مع علي ولقاه متماسك جدا وقال له انه لازم يخلي باله من شغله وبس. واخد كرم على قسم الاشعة، وكان واقف يراقبه من ورا الازاز، وافتكر لما كان صغير ويوم عيد ميلاد احمد راح اشترى له كتاب هدية وما كانش معاه غير بليتين اداهم للبياعة. ومن كتر ما حست انه بيحب اخوه وافقت وادت له الكتاب. وفاق على صوت انذار لان الاشعة بينت ان كرم مش بس دراعه مكسور لكن عنده ورم في المخ. فراح اتكلم مع والده ووالدته وبلغهم بالخبر، وعرض عليهم يحولهم لدكتور الاورام المختص، لكنهم رفضوا وقالوا له انهم بيتعاملوا مع دكتور اورام خاص لان كرم عنده ورم في العظام. ونبه عليه والد كرم انه ما يتكلمش في الموضوع ده قدام كرم لانه ما يعرفش حاجه وما يعرفش انه تعبان. اما نازلي وديمير فكانوا بيسحبوا عينه من ورم عند المريض علشان يعرفوا ايه نوعه، لكن مره واحده ضغطه وطي من تاثير الحساسيه، بس اتصرفوا معاه بسرعه وانقذوا الموقف. وراحوا شرحوا لتانجو اللي حصل، فطلب منهم يعملوا تحاليل جديده. وقبل ما يروحوا جالهم علي جري، وطلب من نازل انها تكذب على كرم وتقول له انه بخير لانه مش هيعرف يعمل كده. وفعلا كذبت علشانه، لكن كرم كان ذكي وحس ان في حاجه غريبه. وهو بيفكله الجبس حاول انه يعرف منه هو مخبي عليه ايه، وقال له انه بيكره الكذب، لحد ما علي قال له انه عنده سرطان. المفاجاه انه كرم طلع عارف وقال له انه مش خايف من الموت، ومسك ايد علي وقال له انه مبسوط انه يتكلم معاه. وكان علي حزين جدا. واول ما طلع من الاوضه عنده حس انه متوتر، فطلع المشرط مسكه وراح على اوضه الدكاتره وفضل يدور بين الكتب وقعد يقرا كتب كتيره. اما نازلي فعرفت من بليز ان فرمان في مؤتمر طبي في ازمير، وحاولت تتصل بيه علشان يجي يعمل العمليه،
بعد ما اكتشفت انه عنده ورم، لكنها اكتشفت انه مش في المؤتمر. ولما الخبر وصل لبليز حاولت تتصل بيه لكن تليفونه كان مقفول. فيرمان ما كانش في المؤتمر وكان في مكان غريب خرج منه وفضل يعيط، وكان على جسمه آثار خربشة. ولأن تانجو مش عارف يوصل لفيرمان فراح للدكتور عادل وطلب منه يعمل العملية مكانه. أما علي ففضل يقرأ في الكتب واستخدم قدرته في التشريح وبقى شايف الأعضاء قدامه بالتفصيل لحد ما اكتشف إن كرم ما عندوش سرطان وكان هيطير من الفرحة. وأول ما النهار طلع لقى فيرمان وصل فجري على عربيته وقال له النتيجة اللي استنتجها، وهي إن اللي عنده كرم أعراض من الأدوية اللي أخدها وقت ما جاله دور برد من 8 شهور، وعشان يتأكد لازم ياخد عينة. فقال له فيرمان إنه ما ينفعش يدي أهل مريض بيموت الأمل من غير ما يتأكد الأول. لكن علي ما سكتش وراح للدكتور عادل وترجاه انه يسمح له يعمل التحاليل لكرم، فوافق دكتور عادل وطلب منه يعملها في السر وما يقولش لحد خالص ولا حتى اهل المريض. بس اللي حصل انه اول ما دخل لكرم قال له انه هياخد منه عينه، فوافق على طول. لكن والده ووالدته دخلوا الاوضه وشافوه قال لهم ان ممكن كرم ما يكونش عنده سرطان، فاستغربوا انه بيتكلم كده قدام كرم وفضلوا يصرخوا فيه. وحاول كرم انه يهديهم لكنه معرفش وبقى يرجع. فنده على فيرمان واخدوه على العمليات، ورفض فيرمان انه يشارك علي معاه لانه عصى اوامره. ولما خرج من العمليات طمن اهله عليه واستبعد علي من الحاله خالص. وطبعا علي ما قدرش يعترض ولا يتكلم، ومن كتر خنقته راح وقف على السطح كالعاده. وراحت له نظلي حاولت تهون عليه لكنه طلب منها انها تبعد عنه وتبطل كل شويه تسال عليه. فسابته ونزلت تحكي للدكتور عادل وقالت له ان علي مش في طبيعته. فقعدها وقال لها انها مش فاهمه ان الطبيعي بتاع علي مختلف عن الطبيعي بتاع كل البشر، وقال لها ان كرم شبه احمد اخو علي بالملي، علشان كده هو نفسه يخف ويبقى كويس. وطلع ملف احمد اللي فيه صورته ووريها له، وهي كمان اتخضت من الشبه وراحت لكرم اطمنت على كرم، وطلبت من والده ووالدته انهم يروحوا يتغدوا وهي هتفضل مع كرم. واول ما مشوا اتفقت مع كرم انها تسحب منه العينه ووافق على طول. اما فيرمان فراح لعلي وفضل يصرخ في وشه وطلب منه يرجع للبيت وما يشوفش وشه تاني. فراح علي وقف قدام كرم يبص عليه ومحدش من باقي الدكاتره شافه لان كلهم كانوا مع دكتور عادل في اوضه العمليات. والحقيقه انه عمل العمليه بمنتهى الحرفيه. واول ما نازلي خرجت من العمليات راحت طمنت على نتيجه تحاليل كرم، فاخدتها ورجعت لبيتها بسرعه وراحت على علي وما كانتش عايزه يفتح لها الباب خالص، فحطت له نتيجه التحاليل قدام الباب وطلعت لشقتها. وبعد ما اتاكد انها فعلا مش موجوده خالص فتح الباب واخد التحاليل فتحها، وما كانش مصدق نفسه من الفرحه لما عرف ان كرم سليم وما عندوش سرطان. وتاني يوم راح لفرمان ووراله التحاليل وهو متحمس جدا، واخدها منه وجري على كرم وقال لاهله انه كرم سليم، ومن فرحتهم فضلوا يعيطوا. وفي الوقت ده راحت هين لبليز علشان تضايقها بان فيرمان كذب عليها، فغاظتها بليز وقالت لها انه كان مختفي بيحضر لها مفاجأة. واول ما رجع عرض عليها الجواز. وطبعا الخبر انتشر في المستشفى ووصل لبليز، وطبعا ما قدرتش تداري حزنها وفضلت تعيط. ولما هديت رجعت تاني لشغلها وشافها فيرمان وسألها عن سبب حزنها لكنها خبت عليه. ولما اصر باركت له على فرحه فاكد لها ان كل دي مجرد اشاعات، ففرحت جدا والابتسامه ملت وشها. وبعد ما اليوم خلص روحت بيتها فلقت رساله من علي بيطلب منها تجيله، ولما راحت له لقيته محضر لها عشاء واكتر فيلم بتحبه، وقعدوا هما الاتنين يتفرجوا، وقال لها انه حب يسعدها زي ما هي اسعدته بالتحاليل. تاني يوم كان علي معاه حالة طفلة صغيرة، فقال لها ان والدتها اكيد هتيجي تاخدها، فندهت عليه الممرضة ونبهته ان والدة الطفلة متوفية وعايشة مع والدها. فرجع لها تاني وقال لها ان هو كمان ملوش ام ومع ذلك عايش مبسوط. في الوقت ده كان خبر جواز فيرمان وبليز وصل لتانجو، فنادى على فيرمان وطلب منه انه يحضر مناوبة الليل كله هو وفريقه، والصبح لما يوصل هيتابع اللي عملوه هيكون هو المسؤول قدامه. فنده فيرمان عليهم وبلغهم كلهم وطلب منهم يفوقوا على الاخر ويركزوا. وكانوا قاعدين في ملل تام لحد ما جالهم خبر بحادث متسلسل فيه 32 مصاب كلهم كانوا في فرح واحد. فوزع لهم فيرمان كل واحد دوره ووقفوا يستنوا وصول الحالات. وزع فيرمان المرضى عليهم وقال لعلي ان المريض اللي بعده ياخده هو، وكان العريس نفسه. ووقف علي وسط الاضواء والاصوات العاليه مصدوم، ففضلت الممرضه تشجعه وتفوقه لحد ما دخل معاها. ودخل وراه فيرمان يراقبه فلقاه بيتصرف كويس. وما في ثواني وصل دكتور عادل وتانجو علشان يساعده لان عدد المرضى كان كبير جدا، وكان الكل مستني يشوف علي هيعمل ايه. وفرح عادل جدا لما لقاه عالج العريس بسهوله، وكان ديمير هيقتل المريضه بدواء غلط، لكن لحسن الحظ وصل تانجو في الوقت المناسب وانقذها. وراح دكتور عادل يتكلم مع فيرمان عن علي وقال له انه بيحاول ينجح، وموقفه اللي اخده ضده ملوش غير تفسير واحد، وهو انه ربطه بموقف خاص بيه وسابه ومشي. فاخد فيرمان وراحوا الوالد ووالده العريس ولقيوا العروسه واقفه منهاره وسط الاصابات، فحكى لهم عن حاله العريس وانهم لازم يقطعوا رجله والا هيموت. ووقف علي يبص عليهم وهو حزين وسابهم وراح يدور على حل ممكن ينقذ بيه رجل العريس. فجري على الكمبيوتر وفضل يبحث لحد ما لقى حل مميز، وجري على فيرمان علشان يبلغه واخد معاه نازلي. لكن فيرمان رفض لان المريض عنده مشكله في الكليه والطريقه دي ممكن تعمل له فشل كلوي.
وفي وسط الأزمة دي نزلت بليز للمستشفى وعرفت إن خبر جوازها من فرمان انتشر، فراحت دورت على هين وقالت لها إنها ما حفظتش سرها، يبقى ما تستحقش إنها تفضل معاها في المستشفى، وطردتها منها. وكان تانجو ماشي ورا ديمير وعمال يعدل له أخطائه لدرجة إنه خلاه يفقد ثقته في نفسه، فجه فرمان ووقف يدافع عنه، لكن برضه أخدوا ديمير بعيد وعرفه يتصرف إزاي. واخد علي وراح شرح لأهل العريس الاحتمالات في حالة ابنهم، واختارت الأم حياة ابنهم، لكن اختارت العروسة إنهم يجازفوا ويجربوا العملية التانية، ولأن ما كانش لسه كتب الكتاب فتم الأخذ برأي والدته وقرروا قطع رجله، فسابتهم العروسة ومشيت. واخدوا هم المريض على أوضة العمليات، وقبل العملية راح فرمان لبليز وسألها عن الإشاعة اللي طلع عليهم، فأنكرت إنها تعرف حاجة وغيرت الكلام وقالت له إن العروسة كلمتها ومش موافقة على عملية البتر ولازم يعدلوا القرار. نصدي بقى كان معاها مريض حالته صعبة، وأول ما قدر يتكلم سألهم عن زوجته ميسون، فخرجت تسأل عليها وجالها علي وساعدها وبقى يسأل كل المرضى عنها. وبعدين وقف وسط الاستقبال وخبط علشان الكل يسكت، وطلع فوق الكراسي وسأل عليها، ومن كلام الناس عرفت نصدي إنها لسه موجودة في مكان الحادثة، فجريت على الإسعاف وأخدت جونيش معاها وراحت تشوفها. ولما وصلت فضلت تنادي عليها بعلو صوتها هي وكل افراد الشرطه الموجودين، لحد ما نازلي وصلت لها وعرفت ان عندها نزيف داخلي، فعملت لها الاسعافات اللي تنقذها على بال ما ترجع بيها تاني للمستشفى، وكان لازم تعمل ثقب في راسها. فبعت الجونش جاب لها شنيور من عمال وعقمته وطلعت الدم الضاغط على مخها ونقلتها للمستشفى. في الوقت ده رجع علي للعريس وكان مجلس الاطباء مجتمع عنده علشان يوصلوا للقرار، وفضل كل واحد من الطرفين يقول اسبابه للتاني، وسرح علي في الرجل المصابه وسكت وقال ان لو لون الاصابع اتغير لازم ياخدوه للعمليات بسرعه. وفعلا جريوا بيه، واخيرا اخدت والدته القرار بانهم يعالجوا رجله وما يقطعوهاش. وخرج علي يطمن على نظلي، واول ما شاف المريضه اللي معاها طلب منها يروحوا على العمليات بسرعه، وجه دكتور عادل واخدها على العمليات، وادى لنظل المشرط وطلب منها تكمل العمليه. وفرمان هو كمان خلى علي يساعده ويشتغل بايده لاول مره من وقت تعيينه، ونجحت العمليه والكل هن علي. اما جونش فراح بلغ زوجة ميسون انهم لقوها ودخلوها للعمليات، فاتخض جدا وضغطه انخفض واضطر انه يديله منوم علشان ما يتحركش. وفعلا كانت ميسون خلصت العملية، لكن للأسف ماتت ميسون. وأول ما خرجت نظلي من العمليات لقيت علي مستنيها وقال لها ما تزعلش إن المريضة ماتت، فاستغربت إنه عارف من غير ما حد يقول له، فسابها وجري على دكتور عادل وحاول كتير إنه يتملك أعصابه وما يقولش، لكن ما قدرش، وقال له إنه عارف سبب وفاة ميسون بس مش عايز يقول علشان نظلي ما تزعلش. بس بعد محاولات كتير قال له، فوعده دكتور عادل إنه هيتصرف وطلب منه ما يقولش للفرمان ولا تانجو. وراح دكتور عادل لنظلي واخدها بعيد عن الكل، وقال لها انها غرزت الانبوب في راس المريضه اكتر من اللازم، فانهارت وفضلت تعيط انها كانت السبب في موت ميسون. وحاول دكتور عادل انه يهديها ويقول لها ان الكل بيغلط، وكمان في بدايته غلط غلطه خسرته المريضه، وانها بذلت كل جهدها، وحذرها من انها تحكي الموضوع لاي حد حتى الفرمان، وانه يتكلم مع الجهات الرسميه. بعد كده راحت غيرت هدومها ووقفت بصت على دكتور عادل وهو بيبلغ زوج ميسون خبر وفاتها، وانهارت من العياط لما شافت كم الالم اللي حس بيه المريض بسببها. وبعد ما كل الحالات استقرت راح تانجو لفرمان وقال له ان ديمير اشترى عضو لمريضه بفلوسه، وحاجه زي دي ممكن تخسرهم المستشفى، ومريضه تانية ماتت على ايد واحده من فريقه، وانه مش هيفوت الغلطتين دول خالص، وجوازه من بليز مش هيشفع له. فاتضايق فرمان وراح سأل بليز عن الاشاعه، فاعترفت له انها هي اللي عملت كده، وادت له وكاله منها بان لو جرى لها اي حاجه في اي وقت هو اللي ياخد القرار. ونرجع تاني لعلي اللي كان قاعد مستني دكتور عادل علشان يعرف منه لو قال لنظلي عليه. وقتها حس دكتور عادل انه معجب بيها، ولما سأله ما كانش عارف يعني ايه، ففهمه المعنى وروح علي على البيت وطلع يطمن عليها وطلب منها ما تزعلش منه لانه ما عرفش يتكلم مع مين، فاضطر انه يحكي لدكتور عادل، فقالت له انها لا يمكن تزعل منه وسابته ودخلت تنام. وقتها فرح جدا وبدأ ينتبه للتغيرات اللي حاسس بيها واللي قال له عليها دكتور عادل وانها من علامات الاعجاب، وتأكد فعلا انه معجب بيها. راح تاني يوم لدكتور عادل وقال له فعلا انه معجب بيها، وكان قلقان من احساس الاعجاب ده لحسن يأذيه، لكن دكتور عادل طلب منه يتعامل على طبيعته وسابه وطلع لاوضه الاستراحه ولقى نظلي عامله عزومه فطار للكل، وكان مستغرب جدا، لكن كمان معرفش يتعامل مع نظلي بشكل طبيعي وكان متوتر جدا. وبعد الفطار راحوا كلهم لحالة تينور، وده كان ولد صغير لكن مغني مشهور جدا، وكانت والدته مستعجلة لأن عندهم اجتماع مهم، لكن فرمان قال لها إن صحة ابنها أهم. أما الدكتور عادل فلاحظ طريقة نظل الغريبة وبلغها إنه حجز لها عنده دكتورة نفسية، ولما حاولت تقنعه إنها كويسة قال لها إن ده أمر وسابها ومشي. وراحت كملت فحصها مع فريقها، وبفضل مهارة علي عرفوا مرض تينور، بس للأسف علاجه هيخليه ما يغنيش تاني أبدا. اما هين فراحت لبليز وقالت لها ان عندها حل للمشكله الماديه اللي بتعاني منها المستشفى، وورت لها صوره لطفل مريض قلب بس اهله ما عندهمش الامكانيه الماديه اللي تخليهم ينقذوا ابنهم، فهم يعملوا له العمليه بالمجان، وبعدها تلف على رجال الاعمال تلم تبرعات باسمه. فوافقت بليز على الفكره الشيطانيه دي ولبس قناع الملاك، وبلغت فرمان ان دي حاله انسانيه، واخدته وراحت تطمن على الولد.
وكانت بتتعامل مع والدته بمنتهى الود والتعاطف. وبعد ما فرمان كشف عليه اتأكد ان الولد حالته ميؤوس منها، فاعترفت له بليز بالحقيقة وان هين قصده تعمل كده علشان يطردوا الولد، وحصل تشهير للمستشفى. فوافق فرمان انه يساعدوها وقبل الحالة. وفي الوقت ده كان علي ونازلي بيشرحوا حالة تينور لوالدته وانه لازم يعمل عملية، وكانت رافضة انها تسمعهم وقالت انه لازم يسافر برلين علشان حفلته ومش هتسمح لاي حد انه يهد اللي حلم بيه. وحاول علي يقنعها انهم لازم يتكلموا بعيد عن الولد، لكنها رفضت وطلبت منهم يدوا علاج علشان يمشوا. وبعد ما خرجت من الاوضه راح علي اتكلم مع الولد، فجت والده الولد وزعقت لعلي وطلبت منه ما يتدخلش تاني. وافتكر علي لما كان صغير ومحدش بيحب يلعب معاه، فرسم صوره ولد على الحيطه وبقى بيلعب معاه، وفهم من ذكرياته وقال لوالده الولد ان لازم ابنها يبقى ليه اصدقاء، وسابه وخرج وهو مقرر انه يرجع له تاني. وبعد ما اتاكد ان والدته سابته ومشيت لم كل المرضى والاطفال وراح لتينور وقال لهم ان تينور مغني كبير بس هو حاليا تعبان، وسمعهم اغنيته. وبدأ تينور يتفاعل معاهم، لكن للأسف جت والدته وطردت الولاد وهددت علي إنه لو دخل أوضة ابنها تاني في غيابها هتشتكي. ومع ذلك أول ما خرجت دخله تاني واكتشف إن الولد ما كانش بيسمع الموسيقى. وفجأة دخلت عليهم والدة الولد، وأول ما لقت علي قررت إنها تاخد ابنها وتمشي. وحاول علي وجونيش يفهموها إن ده خطر، لكنها برضه ما سمعتهوش وصممت على رأيها. بس للأسف الولد فقد وعيه ووقع في الأرض. أخدوه وجريوا بيه على أوضته تاني، وفضلت الأم تكابر وتقول لهم إنهم هم السبب. اما حاله الولد الصغير فقرر فرمان انه يفهم والدته الحاله بالظبط، لانه محبش انه يديلها امل على الفاضي. وراح قال لها حقيقه وضع ابنها، وطبعا انهارت. وبعد شويه جاب له ديمير العاب كتيره ونبه عليه هو ووالدته انهم ما يقولوش لحد انه جاب له حاجه. لكن فجاه ادم وقع وفقد وعيه. وبعد ما فوقوه وعملوا له الاسعافات اللازمه راح له علي وطلب منه انه يشوف له ملفه. ولما بص عليه فهمت الام هيقول ايه، فطلبت منه ما يتكلمش. قال لها انها ام عظيمه على عكس امهات تانية في المستشفى مش بتهتم بصحه ولادها. وبص للعبه اللي جابها ديمير لادم، وجات له فكره فجري على دكتور فرمان. ففكروا فرمان انه طلب منه مليون مره قبل كده انه ما يتدخلش في حالاته وطرده من الاوضه. فخرج عليه وهو حزين. في الوقت ده كان جونيش واقف قدام باب المستشفى وشاف تينور وهو بيهرب، وفضل يجري وراه لحد ما الولد دخل عربيه وقفل عليه. وجات والدته وبقت دكاتره وحاولوا يقنعوه انه يخرج، لكن ما كانش عايز يسمع لهم وما سمعش غير لعلي، وقال له انه زيه في كل حاجه لكنه بيحاول انه يكون ناجح، وانه محظوظ اكتر منه لان الاطفال بتحبه حتى والدته. وترجى انه يفتح الباب ويرجع للناس اللي بتحبه لان الوحده حاجه وحشه. فوثق فيه تينور وفتح باب العربيه وخرج حضن والدته ورجعوا كلهم على المستشفى. وراح فرمان لوالده ادم وقال لها انه هيتكلم وهي تاخد القرار، وشرح لها طريقه العمليه اللي اقترحها عليه علي، وقال لها انه موافق يعملها ومستني قرارها. فوافقت الام على طول. وكان علي هو كمان بيشرح خطوات العمليه لوالده تينور، لكنها قالت له انها فضحته وقريب جدا هيعرف هي عملت ايه بالظبط، ده غير انها مش هتعمل العمليه. وجات نازلي وشافتها وهي عماله تزعق لعلي، فقالت لها انها مش هتسمح لها تقتل ابنها، واخدت علي ومشيت. بس السيد تانجو نادى عليها وادالها ورقه مكتوب فيها اذن بتشريح جثه ميسون، وقريب جدا هيعرف الحقيقه. وسابها وراح للعمليات. فراحت للدكتور عادل وقالت له انه عرف كل حاجه، فطلب من عادل انها تروح للدكتوره وهو هيتصرف مع تانجو. اما بليز فلقيت صحفي جه قال لها اما دكتور فرمان يعمل معاه مقابله فورا او هينشر خبر عن دكتور علي اللي قريبه مريض حكيت له عنه حاجات كتيره. وفعلا علي كان خلاص خرج عن السيطره وراح اخد تينور ووداه يزور ادم، وكان تينور فرحان جدا انه بقى ليه صديق وقعد يتكلم معاه. وبعد شويه جه فرمان اخد ادم للعمليات. اما والده تينور فجت تاخده وتمشي، رفض تينور وقال لها انه عايز يعمل العمليه لانه عايز يلعب مع اصحابه. فطلب منها علي انه يكلمها بره، ولما خرجوا قال لها ان تينور مش بيحب الغنى لكنه بيغني علشانها وعشان سعادتها، فلو هي موافقه انها تبني سعادتها على حساب حياته تاخده وتمشي. فسابته وراحت قعدت بعيد. وبالصدفه كانت والده ادم جنبها عماله تعيط وقلقانه على ابنها، وقالت لها انها مستعده تضحي بحياتها كلها، المهم ان ابنها يفضل جنبها حتى لو مش هينجح في اي حاجه خالص. فسابتها والده تينور ورجعت لاوضه ابنها ولقت نازلي قاعده معاه، فبلغتها انها موافقه على العمليه وقربت من ابنها واعتذرت له على كل تصرف غلط عملته معاه. وسالته هو بيغني ليه، فقال لها انه بيعمل كده علشانها. فحضنته واعتذرت له وقالت لنازلي انها لازم تعتذر لعلي على اللي عملته معاه. وبدات الاخبار الحلوه كلها تحصل لان عمليه ادم نجحت وخرج فرح والدته وكانت فرحانه جدا. وبداوا يجهزوا لعمليه تينور، وراح علي النازلي وهو فرحان لكنه لقاها قاعده زعلانه وقالت له انها خايفه وقررت انها ما تدخلش العمليات تاني. لكن علي شجعها وقال لها الجراحه دي حلمها ومش لازم ابدا تتخلى عن حلمها. فاخدته وراحت لفرمان وفضلت تقنعه انه يقبلهم مساعدين ليه، فوافق عليها هي بس. فبصت لعلي وطلبت منه انه يدافع عن نفسه وشجعته لحد ما راح له، وفضل يترجاه وقال له انه لو ما نجحش هيسيب الجراحه كلها. ولقاها فرمان فرصه انه يتخلص منه ووافق، واخدوه على العمليات. وقال فرمان لنازل انها تتولى العمليه تحت قيادته. وهم في نص العمليه لقى علي حل تاني ممكن يخلي تينور يغني وقال لهم عليه، وفعلا كملوا العمليه على اساسه.
وخرجت نازلي وعلي وبلغوا والدته ان العمليه نجحت وكمان هيغني براحته، وكانت سعيده جدا وشكرته. وقعد علي من كتر التعب نام على الكرسي، ولما جت نازلي تكلمه صحي فجاه واتفجع وخرج جري على اقرب سوبر ماركت اشترى منه ازازه عصير، ولسه هيشربها لقى واحد مسلح طلب من كل الموجودين انهم يرفعوا ايديهم، وقرب من علي وطلب منه يطلع كل حاجته ويديها له. طبعا علي اتوتر جدا، ومن كتر حركته ضرب المجرم رصاصتين من غير ما يحس. واتصلت الاسعاف بمستشفى وبلغوهم ان كان في سطو مسلح على سوبر ماركت، وكان في 4 اشخاص ومن ضمنهم علي، وفي 2 اتصابوا وانهم جايين المستشفى. وقف دكتور عادل وباقي الدكاتره مستنيين وصول الاسعاف وهم هيموتوا من الخوف. ونزلت اول مصابه، بعدها بثواني وصلت العربيه الثانيه وفيها تاني مصاب وما كانش علي. فشموا نفسهم واطمنوا اكتر لما لقوا علي نازل من العربيه سليم وبيقول لهم وضع المصاب وكان المجرم، ودخلوهم على الطوارئ. وكان الشخص الرابع خطيب المصابه حس انه تعبان مره واحده وما كانش عارف ايه اللي حصل له، واول ما شاف علي كان عايز يضربه وقال له ان كل اللي حصل ده بسببه، والمجرم ضرب خطيبته بسببه. والموجودين بعدوه عنه بالعافيه واخدته نازل بعيد وسالته ليه الراجل بيقول عليه كده، فقال لها ان المجرم قال له انه كان خايف، والمجرم اتضايق منه وصوب عليهم وسابها ودخل تاني وبص على المصابه وقال لهم المفروض يعملوا ايه. فطلب منه فرمان انه يجهز نفسه ويحضر معاه العمليه بتاعتها، وندهوا على تانجو علشان يساعدهم في علاج المجرم المصاب. وما كانش في مكان في العمليات غير لشخص واحد بس، ولان البنت كانت حالتها متاخره اكتر فقرر تانجو انه ينقذ المجرم. وكانت نازلي مش مستوعبه ازاي ينقذ المجرم ويسيب الضحيه، فاتدخل تانجو وفكرها انهم قدام حياتين ومالهمش دعوه مين المجرم ومين الضحيه. وبعد ما دخلوا العمليات برضه فضلوا يتجادلوا فطردها من اوضه العمليات. اما دكتور عادل فبالرغم من ان علي كان سليم قدامه بس كان قلقان عليه لانه شاف الحادثه بعينيه، بس علي على عكس المتوقع منه كان متماسك جدا ودخل العمليات مع فرمان علشان ينقذ إليف، وكان مركز جدا في الحاله وطلب منه فرمان انه يخيط جرح، وفعلا نجح وبجداره. وبعد العمليه راح دكتور عادل اطمن على علي وساله ايه اللي حصل، فحكى له ان فرمان طلب منه يتابع حاله إليف. فاتضايق جدا دكتور عادل وراح يتكلم مع فرمان بعصبيه لانه مش مقدر موقف علي خالص، فشرح له فرمان انه كان بيحاول يساعده انه يتخطى الحادثه. اما نازلي فاستنت تانجو اول ما خرج من العمليات واعتذرت له انها تعدت حدودها معاه، ففهمها انه مش زعلان لكنه عاقبها وحطها له ملاحظه المجرم في العنايه طول الليل. ولما راحت تديله المساكن اكتشفت انه متعاطي مخدرات وكان عمال يزعق في الكل ومتعصب. ولما عرف ان علي دكتور في المستشفى اتهمها انها بتديله مسكن قليل علشان تعاقبه وحدف عليه صينيه الاكل، فدخلوا شرطه الاوضه وكتفه في السرير. وبنرجع تاني لعلي اللي صمم دكتور عادل انه يقابل الدكتوره النفسيه، وبعد ما خلص راح لنازلي وطلبت منه انهم يتبادلوا المرضى، وطبعا كانت بتحاول انها تهزر معاه بس، وفضل جنب المريضه طول الليل. واول ما النهار طلع راحت نازلي لفرمان وطلبت منه انه يساعدها ويتكلم مع تانجو علشان يبعدها عن حاله المريض المجرم ده لانها مش عارفه تتعامل معاه، لكن فرمان رفض وقال لها انها لازم تتحمل نتيجه اخطائها، فاضطرت انها ترجع للمريض تاني. والمره دي قال لها انه مش شخص وحش زي ما هي فاكره، فهجمته لانه مجرم ومدمن، فقال لها ان اكيد والدها كان مدمن وعشان كده بتنتقم منه على اعمال والدها معاها، وقال لها ان دي حاجه وراثيه وانها تبقى زي والدها. وفضل يضحك ويستفز فيها لحد ما خرجت من الاوضه. وفي الوقت ده كان علي بيتابع حاله المصابه واكتشف ان حالتها عماله تسوء وانها في الحاله الاولى من الفشل الكلوي وكان صدرها مليان بالسوائل. وكان خطيب المصابه مش طايق علي ولا عايزه يلمسها، فطلب منه فرمان انه يمشي وطلب من علي انه يراقب المريضه كويس، وفعلا فضل قاعد جنبها. ولما دكتور عادل جاله علشان يتكلم معاه في البدايه رفض، بس بعد الحاح كتير من دكتور عادل خرج واتكلم معاه بره اوضه المريضه، وطلب منه دكتور عادل انه يحكي له اللي حصل في السوبر ماركت بالتفصيل لان الكل بيقول ان اللي حصل ده غلطته هو. فقال له علي انه ما عملش اي حاجه ومش فاهم هم قالوا كده ليه. فقال له دكتور عادل ان لسه بدري عليه علشان يعرف يتعامل مع البشر وانه محتاج لارشاد كتير، بس علي قال له انه مش محتاج مساعده ولا تربيه من اي حد، وسابه ودخل لاوضه المريضه المسؤول عنها. اما نازلي فراحت تاني لتانجو وطلبت منه يشوف حد تاني يهتم بالمريض المجرم لانه عنيف، لكنه رفض. فقالت له انها فاهمه انه بيعمل معاها كده علشان يجبرها تقول مين اللي غلط في حاله ميسون، فقال لها انها الوحيده اللي كانت موجوده مع المريضه، فغلطت بلسانها وقالت له انها ما كانتش لوحدها لكن كان في علي كمان. وما صدق تانجو ان سمع كلمه علي وفهم ان هو سبب في موت ميسون، وقالت لنازلي اما تروح للمريض او تقدم استقالتها. وطبعا نازلي رجعت للمريض وكان علي قاعد جنب المريضه ومعاه خطيبها، وقال له ان هو كمان السبب في اللي حصل لان هو اللي دخلها السوبر ماركت. وفجاه ضغطها وطي جدا وفهم علي انها بتموت وراح نده فرمان، وفي نفس اللحظه حصل للمجرم ضيق تنفس، فبعتت نازلي لتانجو علشان يلحقه. وقرر فرمان انه يدخل اوضه العمليات لتاني مره. اما نازلي فقررت فتح صدر المريض علشان تخفف ضغط الدم لانه كان بيموت، وتانجو اتاخر وفضلت تشجع نفسها علشان تعمل كده، وفعلا نجحت ورجعت تنفس تاني بشكل طبيعي ونسبه الاكسجين زادت.
ولما تانجو وصل قال لها لو كانت ممرضة هي اللي مكانها ما كانتش عرفت تنقذه، واخدوا المريض على العمليات، ووافق تانجو انها تشارك معاه. وفرمان هو كمان انقذ مريضته بفضل علي وذكائه الخارق وقدرته على التشريح، وديمير هو كمان ساعدهم كتير. وبعد ما الوضع استقر مع الكل راح تانجو لعلي وسأله على اللي حصل مع السيدة ميسون، وحاول علي انه يتهرب من الاجابة على قد ما يقدر، لكن تانجو فضل وراه وقال له انه لو ما اتكلمش هيأذي دكتور عادل. فاضطر علي انه يعترف له بكل حاجة وسابه ورجع لمريضته. وكانت نازلي هي كمان مع مريضها وقعدت جنبه وقالت له انه كان عنده حق لان والدها كان مدمن زي والده، لكن الفرق بينهم ان هو طلع زي والده وهي كافحت علشان تطلع عكس والدها، وعندها استعداد انها تساعده هو كمان لو وافق انه يتعالج من الادمان. فقال لها انه مش عايز يتعالج واعتذر لها على كل الاساءه والمعامله اللي عاملها لها. واخيرا ظهر اهل المريضه بعد محاولات كتيره من الوصول ليهم، وفاءت بنتهم لقيتهم جنبها ولقيت كمان خطيبها، ففرحت جدا واتفقوا انهم ما يزعلوش من بعض ابدا لان العمر قصير. وبنرجع تاني لتانجو اللي راح بلغ هين ان نازلي هي اللي غلطت مش عادل ولا علي، وطبعا حاجه زي دي مش هتنفعهم. وهي قالت له ان فرمان وبليز مش هيتجوزوا ولا حاجه. فراح اخد فرمان واخده على مكتبه وساله مين اكتر حد من مساعدينه بيثق فيه، فقال له بمنتهى الوضوح انه هيختار نازلي. فضحك تانجو وقال له بكده هيموت، وقال له ان 2 ماتوا بسبب مساعدينه، وحكى له نازلي عملت ايه مع ميسون وسابه وخرج. فخرج فرمان وراح سأل نازلي في اوضه الاستراحه، وقال له ديمير على مكانها. فراح لها وقال لها ان تانجو عرف هي عملت ايه مع ميسون. ففضلت تعيط وتقول له انها عارفه انها مذنبه وتستحق اكبر عقاب، وترجته انه يعاقبها. فقال لها ان معاها اكبر عقاب في الكون وهو عذاب الضمير، وطلب منها انها تستجمع نفسها وتقف على رجليها وتواجه غلطتها. فشكرته على مساعدته ليها، بس برضه فضلت حابسه نفسها وما راحتش للدكتور عادل، واللي راحت له هي بليز وفي ايديها هديه لبنته وصديقتها فايزه، ومع انها ميته من فتره كبيره بس عمرهم ما نسيوا عيد ميلادها. وقالت له بليز انه ما قصرش معاها وكان جنبها طول الوقت وما كانش مقتنع بالكلام ده. ولما اليوم خلص وقف علي استنى نازلي وقال لها ان هو اللي قال لتانجو وانه بقى واشي عليها وزعلها لانه مش عارف يكذب. فقالت له انها راضيه بحزنها في مقابل انه ما يكونش كذاب، واخدها ومشوا مع بعض للبيت. اما تانجو فاستنى خروج خطيب المريضه واداله عنوان وزاره الصحه، وطلب منه يقدم شكوى في علي لانه السبب في اللي حصل لخطيبته، فوعده انه يعمل كده في اقرب وقت. وكان تانجو سعيد جدا هو وهيم بالاتفاق ده. كان علي ونازلي لسه عند باب المستشفى وشافهم هما بيتفقوا عليه لكنه ما اتكلمش، وراحوا للبيت. وبعد يومين صحى نازلي من بدري وهو متحمس جدا لانه لقى العجله اللي نفسه يشتريها. وكان نفس الحماس والفرحه دول عند هين وتانجو اللي كانوا متوقعين ان الوزاره هتوقف علي عن العمل. وفعلا وصل السيد سليم وسأل عن دكتور عادل فرح له. وراحت جولين بلغت بليز وكمان ادت لها مجله كتب فيها الصحفي القديم مقاله ضد علي. ويدوب مشي سليم من عند الدكتور عادل راحت له بليز وادت له المجله، وشاف علي المجله بالصدفه في ايد واحده من المرضى وكانت صورته على الغلاف. واول ما شافها فرح جدا واستأذنها انه ياخدها وراح بيها على اوضه الاستراحه وهو هيطير من السعاده. لكن اول ما قرا المقال اتصدم من كم الشتايم المكتوبه عنه. فجاله فرمان وطلب منه يروح معاه، فخبى المجله بسرعه وراح وهو سرحان وحزين. ودخلوا لاول حاله ليهم في اليوم ده، وقال له علي انه المرضى مش بيحبوه لانه مصاب بالتوحد. فرد عليه المريض السيد حسين ان عنده موظف عنده توحد وبيحبه جدا. فحس علي ان حسين شخص كويس، وكان حسين عنده شلل من سنين وفجاه بقى حس بألم في رجليه. وقت اجتماع فريق الاطباء مع بعض علشان يدرسوا الحاله ورا لهم علي المقال المكتوب عنه، وقالوا كلهم على والده الولد انها ناكره للمعروف. وجالهم دكتور عادل وقال لهم كمان على موضوع الشكوى، وقال برضه ان مجلس الاطباء هيتجمع كمان يومين ولازم يتدرب على اجاباته. فقال له علي انه لازم يهتم بمريضه الاول لانه اول مريض يحترمه ويعامله كانه انسان طبيعي، وسابه وخرج علشان يتابع حالته. وراح هو ونازلي اخدوه على الاشعه واكتشفوا ان عموده الفقري خف وقريب جدا هيقدر يمشي. وكان حسين مش مصدق نفسه من الفرحه، وقالوا له انه محتاج يشيل الكتله المؤثره على العمود الفقري. وفي نفس الوقت كان تانجو مسؤول عن مريضه ظهر التهاب في وشها فنضفه بعمليه، لكن هو بيتابع حالتها اكتشف ان الالتهاب انتشر في جسمها ولازم يستأصله وكمان يشيل كل الزراعات التجميليه، لكنها رفضت وطلبت منه يعالجها بالمضادات الحيويه. وبنرجع تاني لفرمان وفريقه، وبعد البحث الكتير اكتشفوا ان العمليه بطريقه امنه هتبقى مستحيله، ومع ذلك لما بلغوه رفض انه يتخلى عن الامل حتى لو خطوره العمليه كبيره وممكن يموت. وحاولوا يقنعوه انه يرجع في قراره لكنه صمم. وده كان نفس حال مريضة تانجو، كانت هي كمان مصممة على رأيها. وقال لها تانجو ان الالتهاب ده بسبب الزراعات التجميلية اللي هي عاملاها، ولو ما وافقتش انها تشيلها الالتهاب هيفضل يزيد. وسابها تفكر مع زوجها لوحدهم، وطلب من ديمير واشيليا انهم يراقبوا حالتها. اما علي فاخد السيد حسين للفحوصات وقال له انه بيضحي بانه فضل عايش مع شخص بيحبه علشان عملية مش مضمون نتائجها. فقال له السيد حسين انه مش قادر يستحمل انه يفضل عاجز طول عمره وانه هيعمل العملية مهما حصل. وفي اخر اليوم عرضت نازلي على علي انه يخرج معاها هي وجولين، لكن جه دكتور عادل وقال له انهم لازم يتدربوا على المجلس مع بعض، وعشان يوافق عرضت نازلي انها تروح معاهم. اما مريضة تانجو فكانت عمالة تعيط في اوضتها، ولمتها اشيليا انها مهتمة بالتجميل ومش مهتمة بصحتها ولا اولادها.
فانهارت المريضة من العياط وقالت لها ان جوزها بيخونها وهي ما قدرتش تستحمل، وحست انه بيعمل كده لانها ما بقتش عاجباه، فاضطرت انها تلجأ لعمليات التجميل. وقتها اتضايقت اشيليا جدا انها ظلمتها، وخرجت لزوجها واتكلمت معاه بمنتهى الجدية واتهمته انه خاين، لكنه اكد لها انه مش بيعمل كده، وفهم ان زوجته بتعمل كده علشانه. فقام اتكلم معاها وقال لها انه مش بيخونها ولا عمره هيعمل كده لانها اجمل واحده في عينيه. وبعد ما اتصالحوا لقاها فقدت وعيها ونده على تانجو بسرعه، وفعلا اخدها العمليات وكانت حالتها صعبه جدا وقلبها وقف، وبعدها الدماغ كمان وقفت. وخرج تانجو وهو متضايق جدا وفضل يكسر في كل اللي حواليه، وكان علي عند دكتور عادل وحفظه اللي المفروض هيقوله بالظبط. وفضل طول الليل هو ونازلي يكرروا عليه الكلام، واول ما طلع النهار اتحركوا علشان يروحوا على المجلس. وفي المستشفى كان تانجو بيشرح لزوج المريضه الحاله وانها خلاص ماتت والافضل انهم يفصلوها عن الاجهزه، واخدوه للكافتيريا وقالوا له ان زوجته كانت وهبت اعضائها للتبرع في حاله الموت، لكن هو دلوقتي ليه حق الاعتراض، لكنه رفض وحذرهم من انهم يلمسوها. وفي الاخر وصل علي واللي معاه المستشفى، ولقى فرمان اقنع زوجة السيد حسين انها تقف جنبه وقت العمليه، وفعلا وافقت وراحت له. وكمان دمير اخد زوج المريضه بتاعته ولف بيه على كل غرف المرضى المحتاجين اعضاء علشان يخفوا، وكان من ضمنهم ولد صغير، وقال له دمير ان في غيرهم كتير ولازم يلاقوا اللي يساعدهم، وفضل يقنعه لكنه برضه رفض. وقبل عمليه السيد حسين كان المجلس الطبي وصل، وفضل دكتور عادل ياكد عليه انه يرد بالاجابات اللي حفظها له، وسابه ودخل. ولقى علي زوج المريضه جه جنبه وفضل يعيط على فراق زوجته، وقال له انه ندمان لانه كان السبب في موتها، مع ان ده حصل من غير ما يقصد. فنصحوا علي انه يتبرع باعضائها علشان تفضل عايشه جواهم. وسابوا علي ودخل المجلس وحققوا معاه في اللي عمله مع والدة الطفل واللي عمله مع المهاجم. وكان كل ما دكتور عادل يدافع عنه تسكته هين وتقول له انه مش المحامي بتاعه، وكان علي مش عارف يرد ولا يدافع عن نفسه. وسألته سؤال صريح من الغلطان، وكان علي لسه هيعترف على نفسه. دخل فرمان وانقذ الموقف وقال ان الغلط كله عليه، لو عايزين يحاسبوا حد يبقوا يحاسبوه هو. واخد علي وراح على العمليات، وصمم فرمان انه يكمل العمليه للاخر بالرغم من ان ضغط المريض انخفض، وفعلا نجح في انه يخلصه من الكتله الضغط على العمود الفقري، وانتهت العمليه على خير. وطلع علي لقى دكتور عادل مستنيه وقال له ان مفيش اي عقوبه عليه، وفي المقابل اخد فرمان عقوبه تحذيريه، مع اول غلطه يعملها هياخد استبعاد. وفي اخر اليوم راح علي شكره، لكن فرمان قال له انه هينقله لقسم علم الامراض لانه كويس جدا في التشخيص. فمشي علي وهو حزين ومصدوم، واستلم العجله بتاعته الجديده واخدها ومشي بيها وهو سرحان. بس يا ترى بقى هيقدر وهو في حالته دي انه يوصل لبيته سليم ولا هيجرى له حاجه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه اللي جايه. فلو عجبتكم حلقه النهارده ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.